ستاند البانش نيدل، خامته ايه، مقاساته، بنثبت عليه الشغل ازاي، هنستخدمه ازاي، كل ده هنعرفه في الفيديو. تابعوني للنهاية وهتعرفوا كل حاجة بالتفصيل عن الستاند المتميز ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي. اولا وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا فترة كبيرة ما تقابلناش في فيديو من منتجات الصفحة الخشبية، لكن زي ما عودتكم ان كل فيديو بنعمله بنقدم فيه منتج جديد وستاند جديد بينضم لمجموعة الاستندات الخاصة بالتطريز اللي بتتميز بيها الصفحة، واللي الحمد لله لقت استحسان كبير منكم. النهاردة معانا ستاند خاص بفن تطريز جديد انتشر الفترة الأخيرة في مصر بصورة كبيرة. الفن ده هو تطريز البانش نيدل. البانش نيدل من الفنون اللي بيتقال عليها السهل الممتنع. ليه بنقول كده؟ لأن طريقة التطريز تبان سهلة، لكن في الحقيقة ان في بعض الخطوات اللي لازم نتبعها عشان الشغل بتاعي يطلع مظبوط قوي. من اهم الخطوات اللي لازم نعملها واحنا بنجهز للشغل هو ان انا القماش بتاعي يكون مشدود شدة كويسة قوي، هنقول زي الطبلة كده زي ما بنقول، علشان الشغل اولا يبقى سهل جدا معايا، ما يتفكش، يديني نتيجة ممتازة. واخيرا بعد عناء في الحصول على الشريط او الجريب اللي موجود فوق لانه بيجي مستورد، قدرنا ان احنا نصنع الستاند الجميل المتميز ده. الحقيقة ان الستاند ده كان معمول من فترة، لكن للأسف ما قدرناش ننزله الفترة اللي فاتت لظروف خاصة بيا. الحمد لله عدت على خير. قدرنا نوفر الستاند بمقاسين، وان شاء الله هنوفر الستاند بباقي المقاسات اللي هتطلبوها مننا هتكون متوفرة بإذن الله. الستاند ده متوفر بمقاس 45 في 45. ده الستاند الجوكر. ليه بقول عليه كده؟ لان الستاند ده تقدري تشتغلي عليه حتى لو قطعة كبيرة او خدادية، هتقدري تشديها من غير ما تهدر معاكي القماش. كمان لو انت هتشتغلي قطع صغيرة تقدري تشدي عليها قطعة كبيرة وتشتغلي القطعة الصغيرة بتاعتك مرة واحدة وبعدين تقصيها على مراحل. الستاند التاني الصغير عبارة عن 30 في 30، وده هيكون مناسب للقطعة الصغيرة اللي تحبوا تشتغلوها، وكمان مش هتهدر معاكم في القماش. هنبتدي نشرح على الستاند الصغير لان الستاند الكبير هيبقى صعب جدا تحت الكتر، هنشيله ونبتدي نشرح على الصغير. كل الكلام اللي هنقول على الصغير تقدروا تطبقوه على الستاند الكبير. ورجعت لكم بعد ما شلت الستاند الكبير وهنبتدي الشرح على الستاند الصغير. زي ما اتفقنا الستاند ده مقاس 30 في 30، مناسب للأحجام الصغيرة أو للشغل الصغير. جودة الخشب بنشتغل بيها جودة عالية، خشب طبيعي زان، كل القطع اللي موجودة فيه زان. الفينش بتاعه فينش عالي جدا، هتطمني وانتي بتشتغلي عليه. شايفين المسامير دي؟ المسامير دي تقدري تفكي الستاند بتاعك ل4 أجزاء وتحطيه في شنطة صغننة خالص، تقدري تحتفظي بيه وتتحركي بيه من مكان للتاني. مش هتحملي هم ازاي هتشيليه، او لو انتي هتقعدي فترة مش هتشتغلي هتقدري تخزنيه بكل سهولة في اصغر مكان عندك وتحتفظي بيه وتقدري تركبيه في اي وقت. من اهم المميزات اللي متوفرة عندنا في الستاندات انها سهلة الفك والتركيب، تقدري تفكيها وتركبيها من غير ما تستعيني باي حد. ده بالنسبة للجزء الخشبي. اما بقى الجزء اللي فوق الستاند او المثبت في الستاند، الحقيقة ده الجزء بقى اللي تعبني فعلا لحد ما قدرنا ان احنا نوفره علشان نقدر ننفذ الستاند ده. لان فكرة الستاند كلها اساسا قايمة على الشريط ده او الجريب ده، لان ده الجزء المهم جدا اللي احنا هنثبت عليه القماش. لو مسكنا الستاند كده وقربناه شوية من الكاميرا هنبص هنا، شايفين دي عبارة عن سنون او دبابيس رفيعة جدا. السنون دي هي اللي بتساعدني ان انا اشد القماش عليها بطريقة سهلة وشديدة بحيث ان القماش يبقى مشدود عندي كويس قوي. هجيب كده حتة القماش اللي انا هطرز عليها او هشتغل عليها. وطبعا انتوا عارفين ان البانش نيدل لازم تكون القماشة بتاعته
قماشة ليها مسام. بخلي القماشة من ناحيتي وبشد على الجزء اللي قدامي، وبعدين بشد في الجزء زي ما انتوا شايفين كده الجزء الاخير من الستاند. هبتدي الجوانب بسند بصوابعي على الخشب وبشد القماش كويس قوي على الستاند. شفتوا السهولة؟ اولا ما خدتش معانا وقت خالص، يعني ثواني، مش هنقول دقيقة، ده اقل من ثواني. بصوا بتطبل ازاي، مشدودة شدة حلوة قوي. الشدة دي هي اللي انا عاوزاها بالظبط لما اجي اشتغل الشغل بتاعي. كده انا جهزت الابرة والخيط بتاعي عشان ابتدي اشتغل. من اهم ميزات الستاند ان حجمه سهل ان انا احطه على الارتفاع او المستوى المناسب ليا، والخيوط جنبي وابتدي اشتغل. طيب انا هنا خلصت الشغل بتاعي وعايزة افك القماشة او انقل لمساحة تانية. هعمل ايه؟ انا همسك القماش من الجهة، انا ابتديت من قدام لورا، هبتدي من ورا لقدام. هشد القماش من جهة عكسية وازق الخشب بايدي والقماش الناحية التانية، وهبتدي افك بالراحة. الموضوع سهل جدا زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا يعني مفيش اسهل من كده، بيتفك من الجناب من غير ما يحصل اي حاجة للقماشة بتاعتي. وده كان شرح بسيط وسريع للستاند بتاعنا الجميل بتاع النهاردة. اتمنى يكون الستاند والشرح عجبكم. هستنى استفساراتكم واسئلتكم وطلباتكم على رسائل الصفحة او الجروب. هسيب لكم لينك الصفحة ولينك الجروب تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن. هيسعدني التواصل معاكم لأي سؤال او استفسار، واشوفكم على خير في فيديو جديد وستاند جديد من منتجات إبرة وخيط، المنتجات الخشبية والتطريز. والسلام عليكم.